أخطاء فادحة غيرت من نتائج مباريات كثيرة، ليس مباراة النجف فقط. نعم استاذ اسلام، انا يمكن تكلمت بصفحتي الشخصيه على هذا الموضوع. حقيقه يعني الفار، مشكله الفار وحكام الفار يعني اصبحت مشكله بالدوري. يعني يضيعون تعب من جاء بالفار. من جاء بالفار كان يريد يعمل شيء ايجابي للدوري، يعني شيء جميل للدوري، لكنه اللي اذا نشوفه على ارض الواقع في المباريات اخطاء، واخطاء كارثيه. يعني زين. يمكن سبقني الدكتور عدنان ومباراه النجف والقوه الجويه، وهنا أنا اشكل على موضوع استاذ اسلام. يعني نعم. انا من احلل المباراه، يسالوني وهل هي ضربه جزاء صحيحه ام مو صحيحه؟ وانا مدرب، عندي خبره وعندي يعني جزء من التدريب، يعطونا بالتحكيم، فيجب ان اقول وجهه نظري. يعني ما اخاف انه الامور الجويه يزعل علي، يقول انه ضربه جزاء خيال وليست ضربه جزاء مشكوك فيها. يعني الان دكتور عدنان لفته يعني واضح ان ضربه جزاء غير صحيحه، وحدث هذا في اكثر من مباراه. يعني هذا حدث في مباراه دهوك، يعني عده مباريات يا استاذ اسلام كان الفار نقطه سلبيه في المباراه. وبالتالي الان بنتكلم على ترتيب الدوري، لان القوه الجويه ممكن حسم الدوري على نقطه ونقطتين. الان حصل على 3 نقاط يعني بسبب الفار. هاي مشكله كبيره حتى في مساله الهبوط او مساله التتويج في بطوله الدوري. ولذلك انه انا اشكل كثير على الفار، على احكام الفار. يجب ان تكون هناك حلول لموضوع الفار، اذا كان لجان التحكيم، اذا ما كان المسؤولين، حتى مسؤولين الاتحاد يجب ان يجلسون مع الاخوان. وبعدين الحكم استاذ اسلام، الحكم يجب ان يكون عنده شخصيه. يعني هو الحكم بالاخير هو صاحب القرار.